السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنتكلموا فيه على مرحله البحث. هذه المرحله هذه اللي هي مهمه ومهمه بزاف، واللي ما كتعنيش انك نجحتي تقدر تكون من لائحه الانتظار، لانه البحث كيدار على دوك الناس اللي نجحوا، يعني العدد المطلوب اللي نجح، وكيديروا نفس العدد في لائحه الانتظار. يعني تقدر تكون من الناجحين وتقدر تكون من لائحه الانتظار، وما كيدارش على كل شيء. هذا من جهه. بالنسبة لقضية البحث، فهي كترسل مجموعة من الأسئلة للمقدم ديال الحومة ديالك أو ديال المقاطعة اللي انت تابع لها. فهاد الأسئلة هذه كيجاوب عليها المقدم كتابيا، يعني كترسل أسئلة كتابية وكيجاوب عليها كتابيا وكيعاود يرسلها لهم. فالنصيحة اللي كنصح بها الإخوان اللي دفعوا المباراة ديال إدارة السجون هو أنه تبقى السمعة ديالك زوينة مع كل شيء، ماشي غير مع المقدم. فالمقدم ماشي غنقولوا لك أنه كيتحكم لك في المسار ديال الحياة ديالك أو غير ذلك، ولكن من الأحسن أنه تكون الصورة ديالك مزيانة معه، وتكون كذلك الصورة مع الجميع، ماشي غير مع المقدم فقط. تكون الصورة ديالك زوينة، إنسان طيب، ما يدير شي حوايج اللي غير طبيعية، مثلا كيكمل الحشيش أو أنه كيدير يعني كما كنقولوا كيكون قبيح في الحومة ديالو، أو من دوك الشماكرية اللي كينوضوا الصداع في الدرب ديالهم أو غير ذلك. فمن الأحسن أنه نكونوا زوينين مع الجميع باش الله سبحانه وتعالى يحقق لنا المراد ديالنا. هذا الشيء اللي كاين في القضية ديال البحث، بلا ما يكذب عليكم كذاب، فهذا الشيء هذا عن تجربة وما كنحكيش من فراغ. فالتجربة ديالي لأنني كنت حتى أنا دزت من هذه المرحلة هذه وجاني البحث إلى غير ذلك، ولكن في الأخير كنلقى راسي بأنني في لائحة الانتظار. لذلك فأنا كنفيدكم بهذه الأمور هذه باش نتوما تكونوا على بال وما تبقاوش تسولوا اللي كاين. فالأسئلة والأجوبة ديالها، فأي سؤال مرحبا بكم.